صنعاء، أصالة وبناء. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة من عين على الوطن. في حلقة اليوم نتابع موضوعنا ونقاشنا حول مخرجات الحوار الوطني، واليوم عنوان الحلقة مخرجات الحوار الوطني كمرجعية للسلام. وضيفي في الاستوديو هو الدكتور متعب بازياد. أهلا وسهلا بك في الاستوديو. وعبر الهاتف سينضم إلينا إن شاء الله الأستاذ ياسر رعيني، نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني والوزير بالحكومة اليمنية مكلفا بشأن مخرجات الحوار الوطني. عموما لم يكن الحوار الوطني اليمني خلال عام 2013 مجرد حوار، لقد كان أكثر من ذلك حين جمع مكونات الشعب وشرائحه الفاعلة على طاولة واحدة. وبالمثل لم تكن مخرجات الحوار الوطني مطلع العام 2014 مجرد مخرجات فقط، لقد كانت أكثر من ذلك حين قدمت حقوقا للمواطنة تتيح لليمني أن يفخر بها، كما قدمت حلا لما علق في ذاكرته من مشكلات عبر قرون من الزمن، عقود وربما قرون بعض القضايا. في مستهل هذا الحوار دكتور متعب بازياد، وأنت عضو مؤتمر الحوار الوطني، من وجهة نظرك ما هي أبرز ما قدمته مخرجات الحوار الوطني لليمن ولليمنيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لكم جزيلا على هذه الاستضافة وهذه الفرصة للحديث حول مخرجات الحوار الوطني، وهي بعتقد أنها وثيقة الإجماع الوطني أو مشروع السياسي الذي يحمل اليمنيون الآن في مواجهة المشروع الانقلابي. لأننا مهما كنا الآن نحن في معركة وفي حرب مع القوى الإنقلابية، لكن لا يغفل علينا أن نشير إلى أهمية قضية المشروع السياسي المساند للمقاومة وللجيش الوطني في النضال من أجل إسقاط الانقلاب في صنعاء. مخرجات الحوار الوطني اليمني الذي عقد على مدار أكثر من 10 أشهر في صنعاء كانت هي الوثيقة التي أجمع عليها اليمنيون بشكل غير مسبوق شمالا وجنوبا في تاريخ اليمن المعاصر على الأقل، التي من أبرز عناوينها تأسيس جديد لليمن الحديث. يمكن أن نقول أنها جمهورية ثانية أو جمهورية جديدة نؤسس لها في اليمن، جمهورية اتحادية. أبرز معالم هذه الدولة، هذه الجمهورية، هذا الاتحاد الفيدرالي في اليمن هو حسم قضية الصراع حول الثروة والسلطة في اليمن. مهما تحدثنا عن ما كان قبل الثورة في الجنوب أو الشمال، أو حتى على مدى 50 عاما مضت من عمر الثورة في الشمال والجنوب، أو أكثر من ربع قرن على قضية الدولة الواحدة في اليمن، لن نتحدث عن تحقيق أهداف الثورة أو تحقيق أهداف الثورتين ما لم نقل إن هذه المخرجات حسمت الصراع الدائر كان في الجنوب سابقا أو في الشمال أو في دولة الوحدة لاحقا حول هذه القضيتين. وبهذه القضيتين قدمت هذه المخرجات أبرز معالمها في التوزيع العادل للثروة بين كل اليمنيين، كل أقاليم اليمن، كل مناطق اليمن، ما فيش درجة أولى ودرجة ثانية، ما فيش مهمشين ومصطفين. الشيء الثاني قضية الشراكة الحقيقية في السلطة في الحكم. هذه أبرز معالم مخرجات الحوار الوطني، وبذلك أعتقد أنها حسمت أي بذرة للصراع في المستقبل. هذا أهم في الوثائق. نعم. طيب جميل. تقول أنها حسمت موضوع الثروة، وتقول عن توزيع عادل بين الأقاليم. هل ترى أن التقسيم للأقاليم الذي أعلن فيه توزيع عادل للثروة، أم هناك ربما بعض الأقاليم أفضل من بعض؟
طبعا القضية ليست بعض الأقاليم أفضل من بعض. هناك معايير لأي توزيع إداري، معايير متعارف عليها قانونا وإدارة في علم القانون وعلم الإدارة. معايير اجتماعية، معايير جغرافية، معايير سكانية، معايير اقتصادية، معايير ثقافية وحضارية، معايير الجوار الجغرافي، وهذه أهمها. جميل جميل جميل. هذه المعايير في تصب في قضية إبراز معالم خطوط رفيعة بين هذه الأقاليم، بحيث أن هذه الست المناطق التي سميناها أقاليم في اليمن في كل منطقة تقارب وتشابه أكثر من هذه المنطقة والمنطقة المجاورة لها. جميل. ليس تناقضا، لأننا جميعا يمنيون نحن. نعم. في الأخير صحيح. جميعا مسلمون. جميل. جميعا ننتمي إلى حضارة واحدة. جميل. إلى تاريخ مشترك، ومنطقة واحدة. إلى منطقة واحدة، جوارنا الأقليمي جوار واحد، مصيرنا واحد في المستقبل. نؤمن بقضية التكامل وليس تنافر. أيوة. لكن هناك تباينات بسيطة جدا في أي مجتمع، حتى في داخل الأسرة. قضية الأمزجة، قضية حتى المناخ، وقضية التضاريس، قضية الثروة، قضية طبيعة البشر في العمل ونظرتهم للعمل، نظرتهم للالتزام، نظرتهم للقانون تختلف من منطقة الأخرى. هذه الست المناطق تستطيع أن تقول إن كل منطقة فيها كوكتيل متشابه. جميل. لا يشبه الكنتون المجاور له أكثر مما يشبه هذه المكونات التي داخل هذه. لكن هذه الستة الأقاليم أو ست المناطق هذه هي تشكل في الأخير فسيفساء للمجتمع اليمني. جميل. ولذلك نحن يمكن أن نقول أن قوتنا في تنوعنا، في اعترافنا بهذا التنوع، وليس إلغاء هذا التنوع. هذه أعتقد الميزة الرئيسية، وسيكون مرضي لأهالي كل منطقة وكل إقليم. مثل هذا التوزيع الذي يراعي كل هذه الاعتبارات مرضي للأهالي سيكون. لا يوجد قانون نموذجي 100%، ولا يوجد قسمة أيضا عادلة 100%. يعني هذه قضايا معروفة على مدى التاريخ. ولا ضيزة. أيوة. ما دام أن هذا عمل بشري فهو معرض للخطأ والصواب، هذا واحد لابد أن يحصل. لكن العقل البشري يجتهد في أن يصل إلى أرقى ما وصلت إليه الأمم، أرقى ما وصل إليه العقل البشري، أرقى ما وصلت إليه العلوم الإدارية والقانونية في هذا المجال. نعتقد أننا قبل أن ندلف إلى قضية توزيع الأقاليم في اليمن من خلال الحوار الوطني قد مررنا بدراسة عدة تجارب إنسانية سبقتنا في هذا المجال. التجربة الكندية، التجربة الأثيوبية، التجربة الألمانية، التجربة الهندية، كثير من الاتحادات. فهذا الذي تم في الحوار الوطني هو خلاصة، خلاصة استخلصها اليمنيون في الشيء الذي يشبههم، الشيء الذي يناسبهم، الذي يسقط على واقعهم. وأعتقد أنها هي في الأخير جهد بشري، لكن أعتقد هي أرقى ما يمكن أن نصل إليه في هذه الظروف غير الطبيعية التي نعيشها في اليمن. نعم. لا تنسى نحن لسنا في رفاهية وفي فائض من الوقت نحن نجلس نتفلسف عن شكل الدولة في اليمن، لكن نحن عشنا ظروف. الحوار الوطني كان مستمرا في قاعات الحوار وفي الساحات وفي مناطق من كثير من اليمن كانت لعلعة الرصاص. ولذلك علينا ندرك أن إذا جاء شيء من النقصان، إذا جاء شيء من التشويه في هذا الذي تخلق في حوار الوطني، لا إنه فعلا في تشوهات المجتمع اليمني هي انعكست بشكل أو بآخر موجودة. لكن هذه التنظيم الإداري والقانوني والدستوري الذي سيخرج في الدولة الاتحادية يحمل بين طياته وفي أحشائه شيء من النظام ومن التدافع السلمي في المجالس الاتحادية والمجالس التشريعية في اليمن، الذي ممكن أن يصفي هذه الأخطاء وأن يصوب هذه الهنات هنا أو هناك. ويأتي إن شاء الله تأتي أجيال وتأتي حوارات مستقبلية بكل تأكيد على الطاولات لصنع. بل أن من مخرجات الحوار الوطني وفي الدستور الاتحادي أنه يجري مراجعة هذه القوانين الاتحادية التي تتحدث عن الثروة أو عن التقسيم أو عن السلطة بين حين وآخر، بين فترتين انتخابية وأخرى. ممكن للمجالس التشريعية في اليمن أن تجلس لا شيء نهائي. لا شيء نهائي. رئيس الجمهورية حينها فخامة الرئيس عبد الرب منصور ألقى كلمة في ختام الحوار الوطني في 26 يناير 2014 وقال: إقرار وثيقة تاريخية بمخرجات بمخرجات الحوار من شأنها أن تعيد صياغة مستقبل الدولة اليمنية الجديدة على أساس اتحاد.
تقابلون هذه الأخبار وهذه العبارة مع كل الاحتفاء بانتهاء المؤتمر أو بذكراه الحوار الوطني. تعليقك على هذه العبارة مقرونة بآمال اليمنيين؟ طبعا أنا بربط هذه العبارة بالعبارة التي قالها الرئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني في 2013. جميل. عندما قال إننا الآن نجلس للتحاور كيمنيين بغض النظر ولا اعتبار لما كان سابقا، فلنرمي بما جاء من دساتير سابقة، نرمي بما جاء من اتفاقات سابقة، نرمي بما جاء من صراعات سابقة أوصلتنا إلى هذا الحد. نحن أولاد اليوم، نحن أبناء اليوم، أبناء 19 مارس 2013. علينا أن ننظر ماذا يجب علينا أن نعمل لليمن. جميل. لا نرتبط بما كان نقول كنا في عام 90 وفي دستور 90 كذا، أو في دستور 70 في الجنوب كذا في الشمال كذا، أو في دستور 67 أو 69 في الشمال كذا في الجنوب كذا، أو في الوحدة في الجنوب وفي الشمال. لا، نحن أبناء اليوم ونرمي الصراعات إلى الآخر. ولذلك لما جاء ختام مؤتمر الحوار الوطني نرى الرئيس يتحدث عن تشكل يمن جديد ووصفها بهذه العبارة إعادة صياغة، وأنا بقول أنها فعلا أكثر منها إعادة صياغة، هي تأسيس ليمن جديد. جميل. إذن أنت هل اتجهت الوثيقة نحو الدولة وإعادة صياغتها من حيث الشكل فقط أم شكلا ومضمونا وكيف؟ لا، القضية هي أعمق من الشكل. لأننا في الفترة الماضية، ولنقل حتى خلال 50 عام من الثورة اليمنية، كنا نعيش أشكال وبهرجة من الخطاب الإعلامي حول الدولة اليمنية، العدالة الاجتماعية، الديمقراطية، ولكن لم نرى دولة يمنية عادلة، لم نرى ديمقراطية وشفافية نهائيا، وإنما رأينا استبداد وديكتاتورية وتزوير. نعم. لماذا؟ لأن كانت السلطات تتركز في مركز واحد للقرار في اليمن. هذا المركز من السهولة أن يستولي عليه فرد وعائلته، كما حصل 33 عام فرد واحد يتحكم في اليمن في 30 قرابة 30 مليون، وفي الأخير عندما حان وقت التقاعد أراد أن يخلف بدله ابنه، كما حصل في قبل في عهد الأئمة. لا، كأننا كما يقولوا كأنك يا أبو زيد ما غزيت، يقول العرب. الذي جاء في مضمون وثيقة الحوار الوطني نعم. يعني القضية أنها أعمق من ذلك، في خلال أنها وزعت هذه السلطات، بحيث أنها يعني من المستحيل جدا جدا أن يكون شخص في اليمن أو عائلة تستطيع أن تسيطر على اليمن في هذا النظام في المستقبل. نعم، لأن هذا النظام بتكون متوزعة السلطات فيه. إذا بقدورها أن يستطيع أن يدلس أو أن يضلل عزلة أو مديرية أو ولاية بإمكانه، لكن لا يمكن أن يضلل إقليم في 5 مليون و 3 مليون، لا يمكن أن يضلل 25 مليون في كل إقليم 3 مليون 4 مليون لهم اتجاهات معينة ولهم تطلعات محددة. هذه القضية. الشيء الثاني أنه كل أبناء ولاية أو إقليم هم بمحض إرادتهم سينتخبون والي الولاية وحاكم الإقليم من أبناء هذا الإقليم أو أبناء هذه الولاية، سينتخبون حكومة الإقليم، مجلس تشريعي في الإقليم، سيكون لهم سلطات تشريعية في الإقليم، سلطات قضائية وسلطات تنفيذية. في المضمون المواطن موجود في كل المراحل بكل تأكيد، وهو مدار العملية السياسية في اليمن الآن هو المواطن. جميل. وعلى أي أساس جاء هذا الكلام؟ جاء هذا الكلام لأن المواطن هو صاحب المصلحة الحقيقية في قضية الثورة والدولة والنظام، هو صاحب مصلحة، ولذلك عليه هو الذي يقرر هذا الاتجاه وهذا الاتجاه. ولذلك كان نص في الدستور واضح جدا، الشعب هو الذي يقرر مكانته السياسية، هو الشعب الذي يقول أريد هذا النظام أو هذا النظام، أريد هنا أو أريد هنا، وليس أحد آخر أن يقرر عن الشعب، لأن الشعب قد شاب عن الطوق ولم يعد قاصرا. جميل. مهمة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهذه إشكالية في الحقيقة. يعني مثل هذه الوثائق تقوم عليها دول، تقوم عليها سلط، لكن جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية مهمة التنفيذ تقع على عاتق جميع اليمنيين، وتقع عليهم أيضا مهمة انتشال اليمن من هاوية الصراعات والنزاعات التي سئمها الشعب. هل تعبر هذه الفقرة عن يعني صعوبات كانت ماثلة أمام الرئيس تواجه تنفيذ المخرجات، أم ما الذي كان يدور؟ طبعا مخرجات الحوار الوطني
اليمني لأنها تهم كل اليمنيين فهم معنيون جميعا بتنفيذ مخرجات. هذا لو سلمنا بهذه العبارة كما هي. لكن أنا أقول قبل هذا الكلام المسؤولية الأولى تكون على السلطة الحاكمة، رئاسة الجمهورية والحكومة، هذه التي تستطيع أن تمسكها، لأنها هي الذي مكنتها مخرجات الحوار الوطني من سلطات دستورية تقوم على هذا التنفيذ من خلال رئيس الجمهورية يصدر التوجيهات. الهيئة الوطنية لمراقبة مخرجات الحوار الوطني هي التي تشرف على مناقشات الدستور الاتحادي، وهي الذي تحيله لرئيس الجمهورية ليدعي الناخبون. هذه مراحل من الوعي والتوعية بمضمون مخرجات الحوار والدستور الاتحادي، هذه تقع على السلطة بالمقام الأول والقوى السياسية التي صاغت مع بعض. هذه في الأخير يأتي دور المواطن دور سيكون دور إيجابي إذا كان أيضا تعاطي السلطات المنوط بها هذه الإجراءات التي تحدث عنها تعاطي إيجابي، إرادة سياسية قوية، سيكون هناك تفاعل فعلا وردة فعل إيجابية من المواطن. ولذلك نحن بنقول إن الكل معني بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لكن المسؤوليات تختلف من صاحب الرئاسة. رئيس جمهورية ليس كرئيس الوزراء، ليس كالوزير، ليس كعضو الهيئة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ليس كالمحافظ، ليس كالمواطن. هناك أوزان مختلفة للمسؤولية. وأنتم كشباب ومشارك في مؤتمر الحوار الوطني ومعنيون بالتنفيذ لن تسمحوا بتخلي المسؤولين عن أدوار أساسية مثل هذه. نحن لدينا إمكانيات أننا أطلع معك وأتكلم في التلفزيون للناس أو أكتب بقلمي، غيره ما عندي شيء الآن. ليس لنا صفات كثيرة في هذا الجانب، لكن الذين يتبوؤون مناصب في الدولة والذين أعطتهم مخرجات الحوار مراكز دستورية وأقسموا يمينا على خدمة هذا الوطن وعلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني هم المعنيون أولا. ونحن لا يعد لك تنصلا مننا، ولكن لكل واحد زي ما قلت لك لا إمكانيات محدودة. نعم. لكن نستنبط من عبارة الرئيس أننا كلنا معنيون بهذا الدور، دفع السلطات لأخذ أدوارها بكل تأكيد. كلنا كمجتمع. هل تولدت الخطط في جانب آخر من الحديث عن وثيقة الحوار الوطني خطط انقلابية تم تنفيذها واتضح للعلن وجاءت في سبتمبر 2014 بهذه الكارثة التي نعيشها حتى اليوم؟ هل تولدت هذه الخطط الانقلابية خلال ما أنتم تشتغلون في تلك القاعات مع بعض؟ طبعا كما ذكرت لك سلفا يعني أن عندما كنا نتحاور مخرجات الحوار الوطني كل القوى السياسية كانت هناك لعلعة الرصاص في أطراف كثيرة من اليمن، وكان هناك تهجير. من كان يطلق الرصاص؟ كان طرف محدد افتضح مؤخرا وهو الطرف الانقلابي وضوح بطرفيه يعني سواء كان الرئيس المخلوع السابق أو الحركة الحوثية كانوا يضمرون إفشال مؤتمر الحوار الوطني. ولذلك كان هناك يعني ضغط قوي على أعضاء المؤتمر الحوار الوطني ورئيس الجمهورية خصوصا في الإمضاء في مؤتمر الحوار الوطني للنهاية، لأن كان البديل كارثة. لأن في صراع، في بذور الصراع واضحة. فالناس كانوا يعولون على أن التوافق المقبول الذي خرج به مؤتمر الحوار الوطني كفيل بأن يدفن هذه الصراعات، لكن للأسف كان هناك إصرار. تدخلت في الأخير أيضا قوى إقليمية أججت هذا الصراع، وانكشف في الأخير لكل اليمنيين من الذي لا يريد الخير بهذا الوطن، من الذي كان يحاور على طاولة المفاوضات وأيضا يقتل من تحت الطاولة وخلافه من هذه الأمور التي غريبة عن مجتمعنا اليمني في قضية الغدر وقضية الخيانة وقضية أيضا العمالة للأطراف أجنبية ضد اليمن. لكن ألم يكن أيضا ضعف في الاستشراف، ضعف قدرات في التنبؤ بما يجري والحيثيات التي كانت سابقة لمؤتمر الحوار الوطني 10 سنوات من الحروب والأزمات وافتعالها وصناعتها و30 عام من التخلف والظلم والطغيان والعسف والاستبداد كان حاضرا على الطاولة. لا بس أنا بقول لك يعني أكثر من ربع قرن، بنقول 30 سنة وأكثر من قبلها من الاستبداد. نعم. لم ينتج لنا دولة محترمة أو مؤسسات دولة محترمة بحيث أنها تتحدث عن الاستشراف وعن الشفافية اللي تتحدث عنها. يعني لم تكن لدينا مثلا جيش وطني حتى يقف ضد سياسية. أنا أتكلم لك عن مؤسسات هي التي ستردع هذه، لأن قضية هي خروج مسلح. أنا أتكلم عن خروج مسلح. أما قضية الفكر كانوا الناس يتحدثون فيها في المؤتمر الحوار الوطني، لكن الخروج المسلح كان كفيل به مؤسسات الدولة هي التي تردعه.
30 عام وأكثر من الاستبداد وديكتاتورية لم تبني لنا مؤسسات محترمة تقف يعني في وجه هذه التشوهات. لم يكن لدينا جيش وطني حتى نقف، لم تكن لدينا مخابرات عامة محترمة، ولا أمن سياسي تمام زي الناس، ولا اقتصاد قوي، ولا إدارة قوية. هذه الأمور المهلهلة هي التي تسرب من خلالها هذا الانقلاب حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه وعرفها العالم كله. جميل. إذا افتضحت هذه اللعبة. الحديث عن يعني رئيس الجمهورية وهو في خطابه نفسه يتحدث عن تنازلات مؤلمة قدمت من الجميع ومن من أجل تغليب مصلحة اليمن على مصالح المكونات السياسية والحصيلة تاريخية بكل المقاييس من خلال التوافق على كل التقارير. هذا حديث الرئيس. كيف خرج لنا الحوثيون في 2014 بذلك المطلب، أحد المطالب الثلاثة، تعديل في مخرجات الحوار الوطني وفي وثيقة المخرجات؟ أم هل هو افتعال آني أم كان أمرا مبيتا؟ شوف، موضوع الحديث عن تنازلات مؤلمة، للأسف أن هذه التنازلات كانت على حساب الوطن في الأخير، وقدمتها أطراف محدودة. نحن الآن لا ننظر لما مضى إلا للاعتبار فقط. إذا عدنا إلى ثورة 11 فبراير، ثورة تغيير في اليمن لاقتلاع نظام حكم فاسد دكتاتوري كامل، مجمعين جميعا كيمنيين ضده بما فيها بعض أطراف الانقلاب. الآن هذه التنازلات التي تحدث عنها أعتقد الرئيس هي بداية من قضية الحصانة التي تم تحصين بها طرف سياسي لا زال يملك السلاح ويملك الجيش، ثم نعطيه حصانة ليعود من جديد ليثخن في دماءنا بهذه الحصانة. هذا الجانب الثاني. الجانب الآخر إنه أيضا لا زال هذا النظام الذي ثار عليه اليمنيون يقتسم السلطة مناصفة في رأس الحرم في مجلس الوزراء وفي المناصب العليا في الدولة، ويسيطر على كل مفاصل السلطة من محافظين ووكلاء ومدراء عموم وقضاة وكل هذه المؤسسات. فلذلك هذه أكبر تنازل لليمنيين الذي أقدموا على الحوار الوطني في ظل هذه التشوهات. والتشوه الأكبر إنهم قبلوا طرف سياسي شاهر سلاحه ضد الدولة وهم الحركة الحوثية، وفي كل يوم يحتل منطقة من صعدة إلى عمران إلى حرف صفيان إلى الجوف، ونحن مستمرون معه على طاولة الحوار لعل وعسى يرعوي للإجماع الوطني. هذه أعتقد هي تنازلات كانت على حساب الوطن، ونحن الآن لا شك أن نحن نعاني من تداعيات هذه التنازلات، لكن قدر الله لنا هذه الأمور. ولم كما قال يقول العرب، أو يعني لو استقدمنا من أمرنا ما استقبلنا ما أمرنا ما مضى، فالقضية ستختلف. لكن لا يعلم الغيب إلا الله. القوى السياسية في الأخير هم بشر، تحليل سياسي، رؤية تكون قاصرة أحيانا، لكن هذا هو الذي خرجوا به الآن. ماذا نعمل الآن؟ نحن أعتقد علينا أن لا نفتش فيما مضى وننكأ الجراح لأن ليس وقتها. وسيأتي في مخرجات الحوار الوطني إذا طالما الكلام هذه حلناها في قضية عدالة انتقالية ومصالحة وطنية. هذه أعتقد هي ستلملم كل هذه النتوءات وهذه الجراح. لكن كان في تنازلات حتى فيما يخص العدالة الانتقالية. كيف؟ كانت هناك رؤى لعدالة انتقالية منقوصة ومنتقصة. حتى العدالة الانتقالية كانت الأفكار تتجه ل يعني عدم إنصاف الضحايا والذهاب بعيدا. لكن في الأخير أنتصر. هل سنستمر مع الانقلابيين الجدد؟ في الأخير الذي ثبت في مخرجات الحوار الوطني وثبت في الدستور هي عدالة انتقالية كاملة. وأضيف لك نص آخر حول إعادة الأموال المنهوبة، تم النص عليها هكذا. ولذلك أعتقد أنا من وجهة نظري شخصية أن هذين النصين هم أكثر ما جعل الانقلابيون وخاصة طرف علي عبد الصالح أن ينقلب على مخرجات الحوار الوطني، وليس قضية الأقلمة وغيرها. جميل. الأقلمة ليست سببا لعلي عبد الصالح، هي غطاء، لكن لا يستطيع أن يقول للناس أنا ضد مخرجات الحوار الوطني لأنها ستحاسبني على ما مضى، لن أنا ضد مخرجات الحوار الوطني لأنها ستحاكمني على ما نهبت من أموال الشعب. ولذلك غطى الموضوع وغلفه وقال أنا ضد مخرجات الحوار الوطني لأنها تقسم اليمن كذا. نعم. ومن يقسم اليمن في حقيقة الأمر؟ هو الذي يقسم اليمن، هو الذي قسم اليمن. كيف؟ اليوم هو الذي قسم اليمن بالحرب الذي شنها ضد المحافظات اليمنية من تعز إلى عدن
إلى مارب، إلى البيضة، إلى الجوف. من الذي أرسل الجيوش تخضع اليمنيين لنزوة فتى في جرف في صعدة؟ هو علي عبد صالح. الحرس الجمهوري يتبع علي عبد صالح. الجيش الذي بناه علي عبد صالح إلى الآن يقوده علي عبد صالح. إذا نستطيع أن نقول أن هذا المطلب كان مطلب علي عبد صالح في إجمالي المطالب التي شوف، الذي كانوا يتابعون مخرجات جلسات الحوار الوطني كانت لهم واضحة جدا. إنها تقريبا مرتين أو 3 مرات كان مكون المؤتمر الشعبي العام الذي كان يحركه الرئيس صالح حينها، كانوا جميعا تحت رئاسة صالح، توقف واعتكف عن حضور جلسات المؤتمر مرتين أو 3. لم يكن لقضية الأقاليم نهائيا، وإنما كان لموضوع العدالة الانتقالية وموضوع الحصانة. هذه حقيقة يجب أن نقولها. جميل. لا حصانات بعد اليوم، بعد هذه المعارك وهذه الدماء وهذه التضحيات التي قدمها اليمنيين، لن يحصل مثل هذا الخطأ مجددا؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد، بكل تأكيد. لا حصانة الآن. الحرب أنهت الحصانة بالنسبة لنا كيمنيين سياسيا. أما الحصانة من ناحية قانونية ليس لها مكان من الإعراب، لا في نظم حقوق الإنسان ولا في مجتمع دولي ولا في قوانين وأعراف الدول والمجتمعات الإنسانية نهائيا. لكن نحن الآن بشن الحرب على اليمنيين قضى علي عبد صالح عن أي فرصة له في أن يأتي اليمنيون مرة أخرى ويقولوا عفى الله عن ما سلف. نعم. الأدوار كانوا أحد يعني الشباب كانوا أحد أبرز مهندسي هذا الفعل الجميل لليمن واليمنيين والمسمى بمخرجات الحوار الوطني. هل يأخذ الشباب اليوم مكانهم وأدوارهم اللائقة بذلك يعني الاندفاع وبتلك المبادرة وبذلك العنفوان الذي كان موجودا وحاصلا في الساحات ثم في الحوار الوطني؟ للأسف ليس عند مستوى الطموح تواجد الآن الشباب في مركز القرار. أنا بقول لك ليس قضية حتى أنهم في مركز القرار كمناصب رسمية، لكن حتى في مراكز القرار في أحزابهم وقواهم السياسية ومكوناتهم. ولذلك الذي يحز في النفس أننا الآن نطالب بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وأصحاب المصلحة الحقيقية الذين خرجوا من أجل التغيير في اليمن هم الآن يعني بإمكانك تقول يعني جيش من المفسبكين والمتسبين على وسائل التواصل الاجتماعي للأسف. يعني يعني في الفضاء الافتراضي هذا يحاولون أن يرسموا أحلامهم الآن. حاولت يعني القوى الإنقلابية بشن الحرب أن تقضي على هذا الحلم حقيقة، وإن كان يعني لا زالت الآن جذوة الثورة متجدة. لكن الآن أعتقد على الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية والحكومة أن تلتفت إلى هذه الشريحة الواسعة التي تملك من الحيوية، تملك من الإمكانيات، تملك من الحماس والعاطفة لدى الشباب أكثر مما هي لدى الشيوخ. تترك لهم هامش معتبر لأن يساهموا في صياغة اليمن الجديد، اليمن الذي سيعيشونه هم وسيعيش أبنائهم. النخبة الآن الحاكمة سواء كان في السلطة أو في الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات ومراكز القرار هي نخبة في معظمهم فوق 60. جميل. فوق 60. نعم. هل والشباب اليوم هم الذين يقودون عملية إعادة اليمن إلى السكة وإلى طريق مخرجات الحوار الوطني؟ يفترض كذا. الذي يفترض أن يكون الموجودين كذا. في الجبهات هم هذا جزء المتاح لهم الآن. المتاح لهم أنهم التضحية في الجبهات، لكن نريد أن يفسح لهم المجال في كل المستويات، في الإعلام، في السياسة، في الاقتصاد، في إدارة الدولة. نعم. لو انتقلنا إلى شق آخر من هذه الحلقة، شق يتكلم عن الحلول التي قدمتها والحلول المفترضة يعني من مخرجات الحوار الوطني لليمن واليمن لكل المشاكل، لأن الحديث مؤخرا بأن وثيقة مخرجات الحوار الوطني أصبحت المرجعية الثالثة من مرجعيات السلام في اليمن. بل المرجعية الأولى الآن. هي المرجعية الأولى الآن. كيف؟ لأن شوف، أنا بوزع المرجعيات إلى قسمين. لما نتحدث عن المرجعيات نتكلم الآن عن المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 22/16. بالضبط. هذه المرجعيات 3 منها مرجعيات إجرائية، يعني خارطة طريق توصل إلى منتج. هذا المنتج
هو الوثيقة التي أجمع عليها اليمنيون، وهي الخريطة التي ترسم حياة اليمنيين كيمنيين وترسم شكل الدولة في المستقبل. أما لما نتكلم عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، هي إجراءات نصت على أن يعقد مؤتمر للحوار الوطني، ومؤتمر الحوار الوطني هذا يتفق اليمنيون على شكل الدولة. ثم جاء هذه قضية إجرائية. الشيء ثم جاء قرار مجلس الأمن يقول بشكل إجرائي وليس موضوعي، يقول أن هذه الوثيقة هي المشروع السياسي الوحيد المعتمد والذي يحظى بدعم إقليمي ودولي ومحلي. نعم. ويجب تنفيذه كذا. هذه الوثيقة هي إذن، لأن عندنا في مصطلحات الدستورية والقانونية نعم. كقانونيين هذا التوزيع، يقول قواعد إجرائية وقواعد موضوعية. جميل. العمل على القواعد الموضوعية، أما القواعد الإجرائية هي وسائل توصل إلى يمكن أن تتعدل ويمكن أن لا تنتهي لما ناتي إلى الموضوع خلاص انتهى. هذه وسيلة، هذا سلم. جميل. نعم. كيف وصل إلى العالم فكرة أن تكون هذه الوثيقة مرتكز أساسي للحل، وتم استثناء بعض الوثائق الأخرى المشابهة؟ نعود كالشراكة والسلم المفروضة فرضا في 21 سبتمبر. سنعود للإجابة على هذا السؤال بعد فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. الجزء الثاني من هذه الحلقة نتحدث عن الحلول، وكنت سألتك قبل قليل عن لماذا المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي تمسك في هذه وصلت هذه طبعا المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي أيضا من قبله تهمهم قضية الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم. اليمن بهذه الحضارة آلاف السنين، خلفية غير عادية، بتواجد الموقع، حضارة مهمة جدا، دولة يمنية ضاربة في الجذور، يعني من الصعوبة أن تتلاشى. هذا الشيء الثاني. الشيء الثاني مخزون بشري كبير على أهم ممر مائي دولي للتجارة الدولية. فالإقليم والمجتمع الدولي تهمهم شيئين في المقام الأول، من شأن نتحدث عن أن الدول لا تقدم شيء صدقة، وإنما دفاعا عن مصالحها ورعاية المصالح. هناك في ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن شيء يسمى السلم والأمن الدوليين. نعم. إذا جرى أو هناك حصل تهديد للسلم والأمن الدوليين، يجيز تنظيم الأمم المتحدة ومجلس الأمن تدخلا دوليا لحسم القضية في هذا الجانب، لأن القضية لم تعد قضية محلية وطنية ولم تعد إقليمية، وإنما أصبحت قضية تهم العالم بأجمع، يعني قضية تصدع برأس العالم كله. واضح في الفترة الأخيرة. ولذلك تدخل المجتمع الإقليمي ممثلا في أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي بالمبادرة الخليجية جاء فعلا بتفاهم دولي، أكيد يعني بتفاهم دولي في مجلس الأمن، لأن في هناك مندوب الأمم المتحدة كان يشرف على مؤتمر الحوار الوطني الأستاذ جمال بن عمر، ثم الآن ولد الشيخ. فالمجتمع الدولي بيشرف على هذه العملية الانتقال السياسي في اليمن، ولكن الملف بشكل أكثر دقة هو في يد الجيران في الخليج. جميل. من تدخل المبادرة الخليجية. جميل. لأن توقيع المبادرة الخليجية حصل في الرياض، وتولت الرياض وأشقائنا في الخليج رعاية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن. نعم. ولذلك المجتمع الدولي كان حاضرا، أيضا مجلس التعاون الخليجي كان له مندوبا ومكتب لمجلس التعاون الخليجي، بخلاف السفارات الدول كان هناك مكتب يمثل مجلس التعاون الخليجي في صنعاء، يحضر ويشرف على مؤتمر الحوار الوطني حتى يخرج اليمنيون من قضية الابتعاد عن الصراع الذي سيهدد الأمن والاستقرار الدولي إلى انتقال سلمي وسلس للسلطة في اليمن. ولذلك عندما خرجت مخرجات الحوار الوطني وقد صيغت تحت أنظار العالم أجمع محليا ودوليا وإقليميا، كانت وسائل الإعلام تبث كل شيء في مجال المؤتمرين، يعني التقط المجتمع الدولي
هذه الوثيقة واعتمدها في قرار مجلس الأمن، وأصدر أول قرار لو تذكر مجلس الأمن الذي أقر اعتماد مخرجات الحوار الوطني والوقوف إلى جانب اليمن في أمن واستقرار ووحدة اليمن، ثم في فرض عقوبات على كل من يعرقل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. هذا نعم صحيح. أول قرار كان متدخل في الله، وكان أول قرار ضمن البند السابع في قانون مجلس الأمن ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز التدخل الدولي لفرض هذه القضية. وفعلا فرضت عقوبات وشكلت لجنة عقوبات وفرضت عقوبات على بعض الأسماء في اليمن هي الآن هي في رأس الانقلاب في الجهة الأخرى. نعم. جميل. لو ذهبنا إلى يعني ما تحدثت عنه أنت من دور حقيقي للأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، وواضح وصف بأنه بوابة للخروج باليمن من أتون الصراع ومخاطر الانزلاق إلى الهاوية والذهاب نحو آفاق يعني الحوار والتوافق الرحبة حسب أمين عام الحوار الوطني دكتور أحمد عوض بن مبارك. ما الذي يمثله اليوم الخليجيون، مجلس الخليج، الأشقاء في الخليج بالنسبة لليمن واليمنيين بعد هذا الصراع وهذه الحروب التي زجت بها اليمنيين، يعني الحوثيين زجوا اليمنيين جميعا في هذه البوتقة؟ طبعا كما ذكرت لك التدخل الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي في البداية بالمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها كان تدخل رعاية لحوار يمني هم يشرفون عليه كإخوة أشقاء، لكن القرار الأول والأخير هو لليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني. هذا التدخل الأول. لكن عندما كما يقال اتسع الشعق على الراقع وبدأ الحريق في اليمن يهدد دول المنطقة جميعا بفعل تدخل أطراف إقليمية، تدخل فاضح وصارخ ومعلن غير إيران. نعم. بدأ الأشقاء في الخليج بتبني عاصفة الحزم كمشروع إنقاذ لليمن، ليس إنقاذ من اليمن من حرب أهلية، لأن لم تكن هناك حرب أهلية في الأول، ولكن إنقاذ لليمن من أن يسقط في حضن إيران العدو التاريخي للمنطقة. الشبكة الإقليمية والدولية التي لا يخفى علينا جميعا أجندتها الخاصة في المنطقة، سواء كانت يعني أجندة استعمارية أو أجندة تخريبية أو أجندة مناصرة للكيان الغاصب في فلسطين الذي زرع في خاصرة الأمة. وعلى كل هذه نعم الدلائل. نعم. والحقيقة أن الآن بانطلاق عاصفة الحزم اتضح أن العرب قادرون على توجه على مواجهة هذه التحديات إذا ما اتحدوا. العرب قادرون على تحدي هذه الأخطار إذا ما انتبهوا لها من البداية. اتضح أيضا إن هذه الخطوط التآمرية أوهن من خيوط العنكبوت إذا ما كشفت، لأننا محليا أنا على مستوى اليمن بدأ الأمور واضحة للناس، من مع من ومن ضد من، وما هي أهداف هذا الطرف وما هي أهداف هذا الطرف، من الذي يريد خيرا باليمن ومن الذي يريد شرا باليمن. طبعا على مستوى الإقليم اتضح واضحا بشكل يعني لا غبش فيه لجيراننا وأشقائنا في الخليج وفي المنطقة حتى في القرن الأفريقي وإلى السودان وإلى مصر وإلى الكل، إن الأمن المنطقة كلها من أمن اليمن، وإن إيجاد موطئ قدم لتدخلات أقليمية بأجندات مضادة لمصالح المنطقة في اليمن أو في أي منطقة أخرى في الجزيرة بهذه المنطقة هي تهديد للأمن القومي العربي بشكل كامل وليس لليمن بشكل خاص. هذه الأمور اتضحت في الأخير، ولذلك لما نتحدث عن تدخل خليجي ناعم في البداية بالمبادرة الخليجية، ثم التدخل الخشن الذي جاء اضطرارا نعم تنفيذا لقرار مجلس الأمن. بوضوح جاء التدخل بعاصفة الحزم بعد أن أصبح الحريق على أبواب المملكة العربية السعودية، بعد أن سمعنا تهديدات بغزو مكة والمدينة، بعد ما سقطت صواريخ للقوى الإنقلابية على مناطق في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. فلذلك الأمور واضحة وليس كما يصورها الإنقلابيون
العدوان وما العدوان وهذه الاسطوانة المشروخة التي دوخوا بها الشعب اليمني والزوامل. لا، نحن نريد أن يكون الشعب اليمني على وعي كامل، بل وجيراننا كمواطنون ومثقفون وأصحاب رأي في المنطقة، في الخليج العربي وفي المنطقة العربية، أن يكون واضحة الأمور. إن ما يجري في اليمن هو تصدي كامل لمشروع تخريبي ضد المنطقة كلها وليس ضد اليمن. جميل. هذا الجوار الذي نتحدث عنه بكل فخر، وفي الحقيقة هو أمر طبيعي أن نتحدث بالافتخار بجيراننا وبالأدوار التي يدعمون الشعب اليمني فيه. هل كان الجوار مرعيا في وثيقة الحوار الوطني؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد. وثيقة الحوار الوطني راعت قضية أن قيام دولة يمنية اتحادية، جمهورية اليمن الاتحادية. نعم. في المادة الأولى هي دولة عربية إسلامية، يعني اعتراف بالجوار والقومية العربية وبالبعد الديني، البعد الإسلامي. وجيراننا هنا نلتقي معهم في أنهم عرب ومسلمون بالإضافة إلى الجوار. الشيء الثاني أن اليمن تلتزم بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية وبحق الجوار. وتلتزم اليمن بكل الاتفاقيات الدولية المبرمة مع الدول الجارة، سواء كانت مع السعودية أو مع عمان أو حتى مع أريتريا في قضية الحدود البحرية. فهذه التزامات دولية لا غبار عليها، أن الدولة اليمنية القادمة ملتزمة بها التزام كامل أمام المجتمع الدولي وأمام الأطراف الأخرى في الأشقة في السعودية وفي عمان وفي أريتريا وفي الدول الجارة تماما. وأيضا التزام بحماية وأمن واستقرار منطقة الممر المائي الدولي. شراكة. أيوة، الآن نحن في شراكة إقليمية. الآن نحن في شراكة إقليمية ودولية لمكافحة الإرهاب. نعم. بوضوح نحن الآن شركاء في محاربة الإرهاب، سواء كان القرصنة البحرية أو حتى الإرهاب على البر. فهذه القضية واضحة الآن، وأصبحنا أكثر من ذلك نتطلع إلى شراكة أكبر مع إخواننا في مجلس التعاون الخليجي، بحيث أن هناك الآن خطوات اشتراك اليمن في عدة الآن مجالات في مجلس التعاون الخليجي، وسيتم أعتقد تدريجيا أن يتم دمج اليمن في هذا المحيط المجاور، المحيط المتجانس مع اليمن. نعم. نعم. أثبت التجارب المريرة أن أمن واستقرار اليمن وازدهاره الاقتصادي كلها أمور مشروطة بالشراكة الوطنية في إدارة شؤون البلاد، بعيدا عن الكيد السياسي والخطط الانقلابية. نص من النصوص التي يعني شملها خبر ختام مؤتمر الحوار الوطني. ما هي آفاق الشراكة الوطنية اليوم في إدارة شؤون البلاد بعد كل ما جرى؟ هل سيكون لها شراكة وطنية ذات قواعد واضحة مثلا؟ طبعا نحن في مخرجات الحوار الوطني وهو بناء الدولة تم الاعتماد على قضية أنت عضو هذا الفريق؟ أنا في عضو فريق بناء الدولة. نعم. المتخصص في هذه. جميل. تم الحديث بوضوح عن قضية السلطات، وأن هذه السلطات ستكون سلطات منتخبة تأتي عبر الانتخاب. لكن لما تتحدث أنت الآن عن الشراكة الوطنية، نحن نتحدث عن نوع أو شكل أرقى من قضية التنافس الانتخابي. جميل. وهو الذي نعيشه نحن اليمنيين اليوم. هذا الشكل من أشكال التعاون السياسي بين القوى اليمنية هو ما نعيشه اليوم في تحالف وطني عريض. جميل. لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة أولا، قبل أن نتكلم عن تنافس انتخابي وبرامج انتخابية. ولذلك تدريب عملي. الهدف الآن الوحيد لليمنيون هو استعادة الدولة ودحر الانقلاب وبناء اليمن الجديد على ضوء مخرجات الحوار الوطني. كيف سيأتي هذا؟ لن يأتي هذا ونحن نتنافس فيما بيننا انتخابيا أو سياسيا. ولذلك الآن يتم العمل، بل يعني خطوات ملموسة وعملية في الميدان، مثل على تحالف سياسي عريض لجبهة وطنية عريضة من كل القوى السياسية، بغض النظر عن ثقلها السياسي أو تواجدها أو شعبيتها أو قوتها الانتخابية أو قوتها السياسية أو غيرها من هذه المسميات السياسية والمصطلحات السياسية. ولذلك الآن اليمنيون يصطفون كل الأحزاب بغض النظر عن أحجامها وكل المكونات الداعمة للحكومة الشرعية تحت غطاء استعادة الدولة وبناء اليمن الجديد، جميعا الآن ليس في مرحلة تنافس، وإنما في مرحلة تكامل وتعاضد وتحالف لدحر هذا الانقلاب. جميل. لأن العدو الرئيسي الآن لليمن هو قضية الانقلاب. عندما ينزاح هذا الانقلاب وتتوفر الظروف المناخية المناسبة السياسية من الطمأنينة والأمن والاستقرار
للمواطن اليمني سنذهب إلى قضية التنافس في البرامج الانتخابية. هل يفهم المواطن اليمني هذا الحديث وهذه الشراكة؟ هل هو واضح له وملموس؟ شوف، هو بقدر ما يجب أن تفهمها النخب السياسية أهم من أن يفهمها المواطن السياسي، المواطن العادي، لأن المواطن العادي هو سيتلقى الوعي من هذه المنابر الإعلامية السياسية. ولذلك نحن الآن عندما نبني جبهة عريضة من القوى السياسية، بالتأكيد هذا رأس الهرم الذي يصطف جبهة واحدة ضد الانقلاب بكل تأكيد سينزل كل هذه المفاهيم إلى أعضائه وأتباعه وأنصاره بكل الوسائل التنظيمية، بكل الوسائل الإعلامية والسياسية والإدارية وغيرها. أيضا حتى في قضية السلطة الآن، ما نراه في قضية المراكز القيادية في الدولة كالوزارات والمراكز السيادية، يجب أن تكون على هذا الأساس، يجب أن تكون شراكة من أجل دحر الانقلاب، وليس شراكة الظفر بمنصب هنا أو منصب هناك. هذه موضوعات يجب أن تكون هامشية. يجب أن تكون الآن أعين اليمنيون مركزة ومصوبة على هدف واحد، وهو دحر الانقلاب واستعادة الدولة وبناء اليمن الجديد كما رسمه مؤتمر الحوار الوطني. لسنا الآن في وضع تنافس انتخابي ولا تنافس سياسي نهائيا، لأننا إذا ذهبنا إلى التنافس سيأتي الذئب ويأكل الكل. علينا أن نتحد الآن في دحر العدو المشترك هذا، ونستغل الفرصة التاريخية التي سنحت لنا في دعم إخواننا العرب والخليج، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية في المقدمة، أن نستغل هذا الدعم اللامحدود لنا في أن نستعين بهذا الدعم لدحر الانقلاب ولتأمين المنطقة ولبناء اليمن الجديد، لأن يكون عضوا فاعلا بناء في هذه الأسرة الإقليمية وهذه الأسرة الدولية. هل يقدم اليمنيون تجربة فريدة يستفاد منها في هذا الإطار، تشكيل التحالفات الواسعة والشراكة الوطنية من أجل بناء بلدانهم؟ شوف، نحن قبل الثورة 11 فبراير ثم استمرت في 11 فبراير كنا نموذج في المنطقة بتحالف اللقاء المشترك، وهذا معروف. يعني تحالف كل القوى الإسلامية والليبرالية والناصرية والاشتراكية واليسارية، الكل كانوا في جبهة واحدة ضد الدكتاتورية. نحن الآن نحاول أن نعمل شيء من هذا القبيل، لكننا في ظروف أصعب، ظروف صعبة. يعني تعرف أنت الآن الأحزاب والقوى السياسية معظم مقراتها محتلة، كثير من نشطائها ملاحقون أو سجناء، فالأدوات الآن أصبحت محدودة، لكن أعتقد أن الإرادة أقوى أن نصنع أكثر مما صنعنا في الماضي. أنت تسمع أو يعني تابعت خلال الفترة الماضية حوارات، ما الفرق بين تجارب الحوار الأخيرة مع الانقلابيين وتجربة الحوار الوطني التي خرجت بهذه الوثيقة؟ لا، شوف، أنا الحوار الوطني إذا خرج بهذه النتيجة حوار وطني بين جميع الأطراف اليمنية. أنا لما أقول جميع مش معناها أن الكل، ولكن بعض الأطراف قد تكون لها وجهة نظر، لكن على العموم يعني الغالبية العظمى من اليمنيون كانوا مشاركون في الحوار الوطني بشكل أو بآخر. لكن الحوار أو ما سميته أنت حوار الآن مع الانقلابيون هو ليس حوار، هو الآن تفاهم، تشاور حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 22/16 والعودة لا خلاف. قرار مجلس الأمن كما ذكرت لك هو قرار إجرائي يتحدث عن خطوات محددة تتم من قبل الانقلابيون حتى يحل الأمن والسلام في اليمن. طرف الحكومة الشرعية ليس مطلوبا منه شيئا الآن إلا التمسك بقرار مجلس الأمن، وأن أن 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 يضغط على المجتمع الدولي بكل الوسائل، والمجتمع الإقليمي معنا أيضا لتنفيذ قرار مجلس الأمن كتنفيذ الإرادة الدولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين في المنطقة. ومحليا ووطنيا العودة لهذه الوثيقة المهمة، وثيقة السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وثيقة مخرجات الحوار الوطني. أشكرك يا جزيل الشكر الدكتور متعب بازياد عضو مؤتمر الحوار الوطني، وأشكركم أعزائي المشاهدين على المتابعة. ألتقيكم في حلقة قادمة من عين على الوطن، في أمان الله.